ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل السينابون بطريقة سهلة خالص وبسيطة، مفيهاش اي تعقيدات، بطريقة جميلة. يا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. يا ريت تشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت تحاولوا ان كنتوا تشتركوا في القناة، لان انا نسبة المشاهدة عالية جدا ولكن نسبة الاشتراكات ضعيفة جدا. يا ريت تشتركوا في قناتي، يا ريت تدعموني. لو المحتوى اللي انا بقدمه هادف يا ريت تشتركوا في قناتي، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعلقوا تعليقاتكم، انا بحبها وبستناها فعلا، وانا هرد على كل التعليقات. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ نشوف الطريقة. هنا معايا صوص الكراميل. انا هبتدي بالصوصات الاول عشان خاطر ايه، تكون بردت قبل ما اعمل العجينة وكده يعني. احنا هنا نستنى لما السكر يسيح زي ما انتم شايفين كده، ونحط عليه كوباية اللبن. كوباية اللبن سخنة والسكر سخن. نسيبه كده يغلي غلوتين مع بعض عشان خاطر يتقل كده. لما السكر بدأ يسيح واحدة واحدة كده نستنى عليه يغلي اهو، بدأ بص يتقل ازاي. هنسيبه على النار ونشتغل في الصوص الابيض. هنا حطيت كوبايتين لبن بودر. كوبايتين لبن بودر. وهحط برضو السكر نفس الكلام. هحط كوبايتين سكر او كوباية ونص، يعني لو عايزاه مش محلي قوي كوباية ونص. يبقى كوبايتين لبن بودر وكوبايتين سكر، كوباية مية سخنة، يعني قطعة زبدة يعني 50 جرام، وكوباية كريم شانتي. هنحط ظرفين فانيليا. نضرب بقى في الخلاط بالهاند بلندر. دي معلقة قشطة حطيتها بدل الجبنة. انا ما عنديش جبنة كريمي، حطيت معلقة قشطة بتاعت وش اللبن، او قشطة من عند اللي هي في العلب دي. نضرب بالهاند بلندر كويس لغاية ما القوام يمتزج كله ببعضه اهو زي ما انتم شايفين. القوام بقى ناعم وكريمي خالص. خلاص كده انا ارجع تاني للصوص. كده انا خلصت الصوصات. نبدأ بقى في طريقة العجن. كيلو دقيق، معايا كيلو دقيق، معايا 130 جرام زبدة، 4 بيضات، معلقتين لبن بودر، معلقتين سكر او 3 معالق سكر حسب ما انتوا عايزين، وكوبايتين لبن للعجن. طبعا ما تنسوش معلقة الخل، للمعجنات دي كلها معروفة. حطيت رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر. ادي 3 معالق سكر، وحطيت ال3 معالق لبن بودر او المعلقتين، ومعلقة الخميرة. لو واثقة في الخميرة اعملي كده، لكن لو مش واثقة في الخميرة حطيها في نص كوباية مية او لبن حسب ما انتي بتعجني يعني. حطيت البيض وحطيت اللبن، وهبدأ بقى ايه زي ما انتوا شايفين. هبدأ اعجن من النص كده واحدة واحدة كده، ما تحطيش السوائل مرة واحدة. انا لما عجنت البيض وكوباية اللبن الاولانية ولقيت ان العجين جاف جدا معايا، عرفت كده انه هيعوز الكوباية التانية كلها على طول. انا عاملة كوباية لبن وكوباية رايب، مش عاملة كله لبن. عاملة كوباية لبن وكوباية رايب. انت عايزة الاتنين مية ماشي، يمشي يعني. عايزة الاتنين رايب يمشي، عايزة الاتنين لبن يمشي، زي ما انت عايزة. ما تنسيش انك حاطة لبن
بودر، يعني ممكن تستخدمي المية وعادي جدا، مش ضروري. لكن لو عايزة تزودي القيمة الغذائية لأولادك، لا، وفي استطاعتك تحطي، لا حطي، عشان العيل بره مش بيرضى يشرب اللبن. لكن جوه المعجنات انتي تحطي له كل اللي هو ناقصه بره. نبدأ بقى ان احنا نعجن وندي للعجين حقه. يعني بصي العجينة انا لميتها ولسه ما حطيتش فيها الزبدة، عجينة هي يابسة ومحتاجة عجن فترة طويلة اهو. انا مرضيتش احطها في العجان عشان خاطر اسهل عليكم، وانا متعتي احب اعجن جدا 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 على ايدي. كده احنا هنعجن بالزبدة. انا سبتها تريح شوية، وادي العجينة زي الملبن. العجينة شكلها جميل بعد ما اتعجنت بالزبدة. يعني عايزة اقولك كانت زي اللبانة. وفعلا فعلا انا اول مرة اعمل عجينة وتطلع حلوة قوي كده، كانت تحفة. وكل ما الاقيها بتلزق اشد في العجن، اشد في العجن، لغاية ما بصي عملت عرق ازاي، وكانت تحفة، كانت تحفة صراحة. انك انتي تهبدي في العجينة كده، انتي بتخلي العجينة تشتغل معاكي اسرع، يعني تربي عرق. بس كده خلصت هحطها في حاجة، في بلاستيكة او طبق، واقفل عليها. وادي لما خمرت خدت نص ساعة، لان انا حطيتها في مكان دافي. لكن في البرد ده تاخد ساعة، ساعة ونص عشان تخمر لو الجو برد. لكن لو دفيت لها الفرن وحطيتيها فيه، او حطيت لها مية سخنة في حلة وحطيتي فوقيه البلاستيكة، لا هتخمر في نص ساعة على طول. وده اسهل طريقة للتخمير عشان الوقت يعني. كده بقى نفرد على الرخامة. بصي وانتي بتشدي بتيجي معاكي ليه؟ لانك اديتيها حقها في العجن، اديتيها حقها في انك استنيتي ريحتيها. كل شوية، كل 5 دقايق عجن سيبيها 5 دقايق من غير عجن. كل ما تريحي العجينة تمشي معاكي زي ما انت عايزة. ادي العجينة حقها في العجن، تديكي شكل جميل في المخبوزات. بصي هنا ابدأ افردها مستطيل. انا مش عايزاها تديني مربع، لا، انا عايزة الطول يبقى اكتر من العرض. زي ما انتوا شايفين، حتى الكاميرا مش جايباها كلها اهو، بحاول ان انا اجيبها لكم كلها، بس برضو لما هفرد ده تكبر اكتر. كده ادهن بقى زبدة، اسيح زبدة او سمنة حسب اللي عندك، او سمنة وزيت، بس ما تكتريش الزيت عشان السينابون ما ينشفش. ابدأ ادهن بقى كده دهنة خفيفة، ما كترش، يا دوبك ادهن، يا دوبك ادي مسحة للعجينة. وابدأ ارش المكونات بتاعتي اللي هو القرفة والسكر. وزي ما انت عارفة القرفة هتحطي معلقتين قرفة. عايزة تزودي ما بتحبيش القرفة ممكن تعمليه كاكاو، كاكاو محلى. ما تجيبيش الخام، مش بتبقى حلوة في الخام خالص. ممكن تحطي كاكاو ونسلي كويك. هنا كده انا برش وعايزة ابعد عن الاطراف خالص، ما احطش فيها القرفة. على فكرة القرفة يا جماعة بتدي طاقة في البرد، في ايام البرد بتدي طاقة. يا ريت كل المعجنات تعملوا فيها قرفة، تدي طاقة للاطفال بالذات في وقت الصبح، الوقت اللي بيبقى فيه برد وبيبقى فيه سقعة.
بتدي للطفل طاقة وحرارة حلوة. مشروب القرفة، بتاع ده عجو، بتاع ده قرص بالقرفة. كل حاجة هتحطي فيها قرفة هتلاقي نتيجتها حلوة مع العيال. هتلاقي العيل عنده طاقة، في سعرات حرارية. هي جميلة القرفة، بس في ناس مش بتحبها. نبدأ كده بقى نلف رول، بس نحاسب عايزينه كله مع بعضه كده. تلفي من هنا ومن هنا، يعني بصي زي ما انت شايفه الكاميرا مش جايبه كله، بس هتشوفي دلوقتي لما الرول نصه يتلف. اهو بصي، الف من هنا زي من هنا زي من هنا، عشان ما تطولش من ناحيه وتقصر من ناحيه. في حته ما فيهاش قلت ازودها. ابدا هنا بقى بصي، بس كده، مفيش اسهل من كده. قطعيها بقى رفيع، قطعيها كبيرة. انا بقطعها رفيعة لانها بتكبر. لما بقطعها كبيرة وتكبر اكتر بتبقى بايخة قوي حتى في المسك. الطفل لما يجي يمسكها، هي الكبير مش مشكلة يعرف يتصرف، الصغير ما يعرفش يمسكها وهي كبيرة كده. فبرفعها شوية بحيث ان الطفل يقدر ايه، يعرف يمسكها. هي بتتضاعف عن كده، بتبقى يعني قد كده مرتين. هتشوفيها دلوقتي لما تخمر ولما تخش الفرن وتمسك في بعضها اهو. بصي لما دخلت الفرن مفيش مكان، الصاج كله قفله على بعض كده. انا بقى ايه، احط الصوص على طول، الصوص الابيض. بصي لما حاطه الصوص وهي سخنه مش بارده فالصوص ساح. لكن لو استنيتي على السينابون شويه يبرد يبقى احسن، لان انا الصوص مطلعه من التلاجة متماسك، نزل على السينابون سخن فساح، نزل لتحت. وادي الصوص الكراميل اللي بنشتريه من بره غالي جدا، معرفش ازاي يعني كوباية سكر وكوباية لبن عملوا لي قد ده مرة كمان. يعني عملت برطمان مليته ودول. يعني ايه يعني؟ ليه بيبيعوا الحاجة غالية قوي؟ اعملي كل حاجة ببيتك وريحي دماغك. اهو بصوا، بص الجمال، وهش هش هش جدا، طعمه تحفة. بصي بصي الرول سايب من بعضه، مفيش لا معجن ولا ملزق. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.